مركز مدى على إتاحة هذه الفرصة من أجل المناقشة والحوار. بالنسبة للمداخلة تاعي فهي تختص بالتواصل الحزبي لبعض الأحزاب السياسية في انتخابات 2016. في هذه المداخلة حاولت نقوم بدراسة سيميولوجية لبعض الملصقات في إطار مشروع أنني كنت أنوي القيام بدراسة مجموعة من ملصقات الأحزاب في دائرة الحي المحمدي عين السبع. أولا كمقدمة، يطرح مفهوم التواصل الحزبي عدة تساؤلات وإشكاليات تتعلق بالممارسة السياسية للأحزاب المغربية، مدى فاعليتها ومدى تعبيرها عن تطلعات المواطنين وانتظاراتهم. فرغم تعدد وسائل الاتصال مسخرة من قبل الأحزاب بغية تحقيق تواصل ناجح وفعال، تمثل نسب المشاركة المتدنية وظاهرتي العزوف والمقاطعة تعبيراً جلياً عن أزمة التواصل السياسي المغربي، مما يدفعنا لطرح مجموعة من الأسئلة. هل يتعلق الأمر بأزمة خطاب أم أزمة وسائل وتقنيات؟ كيف تصنع الأحزاب هويتها البصرية والإيديولوجية؟ وما مدى استفادتها من آليات التسويق السياسي؟ كيف توظف وسائل الاتصال من أجل التأثير على الناخبين وكيف يتم تلقيها؟ من المعلوم أن وسائل الاتصال بشكل عام تكتسي دور مهم في إيصال المعلومة وفي خلق قوى التأثير والتأثر، إلا أن التواصل عبر الصورة يعتبر أهمها وأكثرها بلاغة من حيث انفتاحها على المتلقي وقابليتها لتعدد القراءات والتأويلات. لذلك فهذه الورقة تندرج في إطار فك رموز صور بعض الأحزاب السياسية من خلال تحليل بعض ملتقاتها، من حيث أن الصورة قادرة على البوح بجزء من الحقيقة على حد قول الفيلسوف جورج ديدي يوبرمان. إذن دون الخوض في الجانب النظري وتقديم الدراسات السيميولوجية، اعتمدت على الدراسة السيميولوجية لرولان بارت، والتي تعتمد في تحليلها للصورة على أبعاد ثلاث: البعد الدلالي، البعد الأيقوني، والبعد التشكيلي. في ملصق أو عندي صورة ملصق للحزب العدالة والتنمية، وهذا هو الملصق اللي اعتمدت عليه. إذن يظهر اسم الحزب بالبند العريض، يليه مباشرة صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح، حيث يكتسي هذا الشعار مجموعة من مقومات الخطاب الناجح: القصر 4 كلمات فقط، تكرار حرف الصاد الذين يسهلان عملية الحفظ، بالإضافة إلى تكرار ضمير المتكلمنا في رسالة واضحة إلى محاولة استمالة المتلقي أو l'implication du récepteur، بل وبوعي تام بأهمية انخراط هذا الأخير في بناء المعنى. من الناحية الإقناعية فكلمة الإصلاح تضفي بعداً دينياً ورمزياً في إحالة واضحة على الآية القرآنية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، سورة الأنفال آية 56. فبعد أن كان شعار الحزب في 2011 صوتنا فرصتنا ضد الفساد، فها هو الآن يبدو عازماً على تخليص الأمة من الفساد الذي تعيش فيه ومواصلة الإصلاح. على المستوى الأيقوني تظهر الهوية البصرية لحزب المصباح في أعلى الملصق بالأبيض والبرتقالي فوق خلفية زرقاء. إنه ليس مجرد النور الذي يضيء العتمة، فنور المصباح هو نور الهداية والإصلاح في مواجهة الفساد، بل يشع نوره البرتقالي من أجل إعطاء قيمة إضافية لكل الرسائل اللغوية للملصق. بالإضافة إلى ذلك قدم الحزب 4 مرشحين، 2 ذكور و2 إناث، محافظاً بذلك على تمثيلية متساوية للجنسين كرمز للعدالة والمساواة من جهة، ومن جهة أخرى فقد رسخت صور المرشحين المرجعية الدينية للحزب من خلال رمزية اللحية والحجاب، بالإضافة إلى حمولة ثقافية لا يمكن تجاهلها تجلت في محاولة إبراز المستوى الثقافي العالي للمرشحين من خلال تقديم وظائفهم ومستواهم الدراسي، مما يحيل إلى رسالة واضحة مفادها الرجل المناسب في المكان المناسب كأحد مرتكزات الإصلاح الذي ينشده الحزب. النص المدين للملصق أو البرنامج أتى كشرح مفصل للشعار، حيث تكرر مصطلح الإصلاح مرتين من خلال عرضه لمجموعة من الأهداف كتكريس قيم المواطنة والديمقراطية والحكامة، عوض تقديم برنامج واضح
يستجيب لتطلعات المواطنين في مجالات تلامس معيشهم وواقعهم اليومي كالصحة والتعليم والشغل. وعليه فإذا كان الشعار الحزب يفيد أنه يبتغي مواصلة مشروع الإصلاح فإن برنامجه يبدي عكس ذلك، أو على الأرجح لم يقدم وعودا واضحة وصريحة، ربما خشية أن تكون موضوعا للتقييم والمحاسبة. بالإضافة إلى المكونين اللغوي والأيقوني الملصق، فإن المكون التشكيلي المتمثل في الألوان الثلاث، الأزرق كخلفية وثنائية الأبيض والبرتقالي، يرسخ رمزية صفاء ونقاء الحزب المستمدة من اللون الأبيض الذي يشع نوره حيوية ونشاطا من خلال اللون البرتقالي في سماء الشأن السياسي اللون الأزرق. غير أن هيئة المرشحين أيدي متشابكة أو لي بغا كروازي تظهر عكس ذلك، فهم يقفون مقيدي الحرية ومكبلي الأيدي. بالنسبة للحزب الثاني فهو حزب الأصالة والمعاصرة. الملصق هو هذا. فعلى غرار شعار الرئيس الأمريكي لحملته الانتخابية باراك أوباما تشينج أي التغيير، اقتبس حزب الأصالة والمعاصرة شعار الانتخابات التشريعية الأخيرة مع إضافة ظرف الزمان الآن. فتشكل الشعار إذن من كلمتين قصيرتين من حيث التركيب، غنيتين من حيث المعنى والمدلول. فمصطلح التغيير يحيلنا على حمولة سياسية كبيرة ارتبطت خصوصاً بثورات الربيع العربي وما حملته من إسقاط لأنظمة عتية عرفت بجبروتها وسطوتها. التغيير إذن هو ثورة ضد العدو الوحيد والأوحد ربما للحزب، وهو غريمه التقليدي حزب العدالة والتنمية. أما مصطلح الآن فيحيل إلى حتمية التغيير ورهينيته. غير أن التغيير لم يطل المستوى الحجاجي للحزب، فعوض أن يقدم خطاباً حداثياً من أجل إقناع المواطنين يفاجئون بالاعتماد على لغة تقليدية مستعارة من قاموس الانتماء القبلي موجها للمواطنين لتصويت منطلق تقليدي وهو الانتماء للحي، خصوصا في هذا الملصق بعبارة عادل بيطار يعني اسم المرشح ولد الدار بمعنى ولد الحي. كما أن برنامج المرشح كان أقرب إلى برنامج الانتخابات الجماعية منها إلى برنامج الانتخابات برلمانية يلعب البرلماني وظائف تمثيلية رقابية وتشريعية. فالحزب لم يقترح برنامجا يلامس انتظارات المواطنين، مما جعل التغيير المزعوم لا يبارح كونه حبرا على ورق. أما الهوية البصرية للحزب الجرار كأداة عملية مرتبطة بأسمى الممارسات البشرية وأعرقها، وهي عملية الحرث وما توحي إليه من كدح وجد في العمل من أجل تحقيق الإنتاجية والازدهار، لم يتم استغلالها في الترويج للحزب، بل أصبح رمز الحزب يختزل عند المواطنين في مصطلح قدحي وهو التراكتور كرمز للتقليدانية، ناهيك عن غياب خطاب حداثي واضح يعزز صورة الحزب لدى المواطنين كرمز للديمقراطية والمواطنة، عوض صورة حزب السلطة والمخزن الذي ظل رهينا لهما منذ تأسيسه. بالنسبة للملصق الثالث وهو ملصق فيدرالية اليسار، اخترت هنا ملصق اللائحة الوطنية تظهر فيه نبيلة منيب. ففي حين جاء شعار فيدرالية اليسار الديمقراطي يحمل بصيصا من الأمل، معنا مغرب آخر ممكن، حيث أن الدلالة اللغوية للخطاب غنية في معناها تمتح من معجم الممكن من آمال وأحلام، غير أن النص المدين للشعار قيد الممكن وشرح المغرب الآخر في قيمتين أساسيتين هما الديمقراطية والمواطنة، كما أن لفظ معنا جاء مشفوعاً بنقطتين تفتحان الباب عن مصراعيه للتأويل والاستفسار. من الناحية التشكيلية فاستعمال اللون الأسود ربما كتعبير عن واقع الحال أضفى نوعاً من لغة اليأس على الخطاب، حيث لم يزوده بتلك الشحنة الإيجابية الحالمة والمتأملة في مغرب آخر. فعوض أن يضمن الرسالة انتظارات الناخبين وتطلعاتهم، ضمنها بشكل ضمني خيبات آمالهم وانكساراتهم، من حيث أن الممكن يوحي في المخيلة الجماعية إلى نقيضه أيضا من غير الممكن. نظرة نبيلة منيب أيضا الحالمة لم تتجاوز الحلم لتجد لها موطئ قدم على أرض الواقع، نظرا لمجموعة من الأسباب، أهمها ضعف الخطاب الذي لم يستطع أن يوحد قوى اليسار من جهة
وضعف استراتيجيات الاتصال مع المواطنين من جهة أخرى. إذن في الأخير انطلاقا من ما سبق يتضح أن الرسالة عبر الملصقات الثلاث تفاوتت في درجة التأثير والتأثر، ليس فقط انطلاقا من الحمولة اللغوية والأيقونية والتشكيلية المكونة لها، بل وأيضا من إمكانية تحقق فرضية انخراط المتلقي في فك شفراتها وتأويلها. فبين خطاب ديني وآخر حداثي أو ديمقراطي يمكن اعتبار التواصل الحزبي أنه بقدر ما هو جسر يمتد بين الفاعلين السياسيين والمواطنين، فإنه عائق في الآن ذاته إذا لم يستطع المرسل تحميل رسالته انتظارات المتلقين وأحلامهم، وتجاوز كل ما يمكن أن يشوب العملية من عوائق الاتصال، سواء تعلق الأمر بالوسائل أو الخطاب. وشكرا.